بحالي يا حبك في قلبي مالو. إخواني أخواتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الفنان أحمد شكالي من مدينة جانيت عاصمة تاسيلي. من خلال هذا المنبر حبيت نوجه تحية لأستاذنا وشيخنا صاحب استديو الأطلال الحاج العربي التويتي، ومما لا شك فيه الحاج العربي شخصية معروفة في الوسط الفني. وفي نفس الوقت حبيت نحكي على أول تجربة نتاعي في عالم التسجيل، بحيث وذلك في مطلع التسعينيات اتصلت بالحاج وحكيت له على البروجي نتاعي، يعني اللي هو عبارة عن شريط يحتوي على 6 أغاني باللهجة التركية. استحسن الفكرة الحاج واستقبلني بكل حفاوة، وبدينا في الخدمة، يعني في الاستوديو بدينا في الخدمة. والحاجة اللي بقات يعني تقريبا في الذاكرة نتاعي، بدينا في الخدمة. من بعد قلت له يا ودي الحاج، احنا على بالك ما يخفاكش باللي الأغنية التركية من الميزات نتاعها ولا من الأمور الأساسية تاعها الكورال النسوي، يعني الكورال لازم يكون الكورال. هنا الحاج قال لي إن شاء الله نلقاو لها حل. بدينا في الخدمة، ومن بعد جاب المجموعة كما يقولوا الصوتية الكورال، وبدينا في الخدمة. وأنا في الأول كنت متخوف شوية، قلت أنا دونك يسمى يعني ربما تطول الحكاية ولا ما يحكموش باللهجة التركية، وما هيش تيتر واحد ولا زوج، راهي 6 أغاني. لكن فاجئوني ما شاء الله في ظرف قياسي، يعني استطاعوا يعني يحكموا الكورال، يعني حكموه يعني كما يقولوا 100. مالغري يعني لاكسون هذيك تبان باللي الاخرى، وزيد لاكسون هذه عطاتها يعني طبعتها شويه، عطاتها واحد الميزه ان بي سبيسيال، يعني سبيسيال. وخدمنا خدمه، وكانت التجربه ما شاء الله. انا كنقول يعني تجربه استفدت منها في هذاك الوقت، استفدت منها. وجيت يعني خلال تلك الفتره وين كانت لي يعني الفرصه، تلاقيت بمجموعه من الفنانين نتاع المولاي عبد الله، عبد السلام حمزاوي، عبد الوهاب البشاري، وزيد مجموعة يعني الفنانين، يعني الحمد لله. ونوجهوا تحية لأستاذنا الحاج العربي، ونقولوا له ربي يبارك في عمرك، وربي إن شاء الله يلاقينا في ساعة الخير. حاولت أراضيك فلا محالة، ردك عكس الرضا وحزن النوى.